السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان تعمل بروفايل ليد عندك على الجبس او المحاره لازم تجيب الخامه بتاعت البروفايل يكون العود محمل معاه 250 جرام. ليه بقى؟ رقم واحد، البروفايل ليد بيسخن جامد، تمام؟ فانت علشان تتجنب السخونه دي لازم تجيب العود يكون محمل معاك. طبعا انا هنا علشان عندي جبس في مسافه ما بين الجبس وما بين السقف الخرسانه، فطبعا السخونه هتتسحب فوق هيتبرد نفسه والدنيا تمام بالنسبه للباور سبلاي وبالنسبه للليد نفسه. طبعا علشان السخونه معايا مسافه فوق كافيه ان هي تسحب السخونه، لكن طبعا لما تركب ده على المحاره مباشر لو المسطره بتاعتك مش محمله هتلاقي الدبل فيز بتاع شريط الليد بيخلع، وهتلاقي اللمبات بتنزل وبتبقى باينه معاك في الغطا البلاستيك اللي زي كده، تمام؟ بتبقى باينه جدا والناس بتاخد بالها من النقطه دي. رقم 2، الناس اللي بتقول الباور سبلاي، انا لما طلعت واتكلمت في الفيديو من شويه بحيث ان البكره 5 متر بتاخد منك باور سبلاي 100 واط، وال 20 متر بتاخد بكره باور سبلاي 400 واط. كان كلام على ال 240 لمبه، تمام؟ في طبعا عندنا ليد اللي هو 60 لمبه 120 لمبه، في انواع كتير، بس اشهرهم اللي بيركب عند معظم الناس بيكون ال 240. طبعا انا شغال هنا شريط ليد من شركه افينا، تمام؟ حاجه فظيعه محترمه جدا بصراحه. بقول لك انا دي كلها دي جبناها وكان معانا بنت كمان جبناها انا وعاطف بس.